دي وصفة البريوش بالسكر بتاعة الشيف نادية السيد، لكن انا النهاردة هعمل بيها معجنات وهقلل كمية السكر بتاعتها. احنا دلوقتي معانا 7 كوبايات من الدقيق، انا دول حطاهم 6.5، بس كل واحد بيختلف كمية الدقيق بتاعته. المفروض ان انا بحط عليهم 1.5 معلقة من الخميرة، واحط معاهم معلقة بيكنج باودر صغيرة، رشة من الملح او معلقة صغيرة من الملح. حطيت ربع كوباية من السكر. المفروض قبل اللبن، قبل كوبايتين الحليب، المفروض احط بيضتين وعليهم رشة فانيليا، بس انا حطيتهم بعد ما حطيت الحليب والزيت، كنت نسيتهم، بس ما حصلش حاجة، يعني العجينة طلعت جميلة برضو. عجنت كده، قلبت كده كويس، وبعدين ضفت الزيت، وبعدين حطيتهم في العجان يتقلبوا يتعجنوا كويس. المفروض نعجن من 7 ل10 دقايق، وعلشان خاطر العجين المفروض نعجن من 7 ل10 دقايق، ده يدوي وما بتاخدش وقت كتير، بس كتر العجن بيخلي العجينة طرية افضل واكتر، وبيخليها هشة ومتماسكة كويس، ومش بتقطع ولا بتفرول ولا بتلزق. هنفضل نعجن كده، وبعدين طبعا العجان ده علشان هو 700 واط، فالعجان ده انا بفصل شوية، وبعدين بريحه يعني. وبعدين انا هنا كنت افتكرت البيض فحطيته، يعني انا حسيت ان العجينه لسه محتاجه شويه كمان. وبعد ما حطيت الفانيليا حطيت كمان معلقه صغيره من الخل، علشان اضمن ان ريحه البيض ما تبقاش ظاهره في العجينه، لانها كانت ظاهره في عجينه البريوش اللي معايا القديمه قبل كده. انا دلوقتي قلت هكمل عجن بايديا، عشان خاطر طبعا العجان ده ضعيف شويه، او انا حسيت ان هو ضعيف، فانا قعدت اعجن في العجينه كويس لحد ما بقت طريه. طبعا عشان نختبر العجينه احنا المفروض بناخد قطعه كده من العجين، نخليها نشوف كده بتتقطع ولا لا. طبعا هي هنا لسه بتتقطع، فهي محتاجه تتعجن اكتر. بعد ما عجنتها خلاص بقت تتقطع، هي بقت جميله وطريه وسلسه معانا. خليتها متكوره كده وغطيتها. هي خدت معايا حوالي ساعتين في الخمر، لان احنا في الشتاء. طبعا في الصيف ممكن تاخد نص ساعة بس. حطيتها في مكان دافي وضلمة، وبعد ساعتين طلعتها عشان ابدا اعجن، عشان ابدا اشكلها. وبرضو بعد التشكيل بتتحط في صاج كده على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، بس انا اخدت معايا 15 دقيقة بس، لان انا لما زودت ال20 اول صاج اتحمر زيادة.